بعد أكتر من 7000 سنة، إيه لغز الموميا المحروقة وسر أشهر ملوك مصر القديمة؟ ورغم التكنولوجيا والأسرار الكتير اللي اكتشفوها علماء الآثار عبر السنين، إلا إن محدش عرف يكشف سرهم، سواء سر اللون الأسود لتوت عنخ آمون أو لغز اختفاء نفرتيتي من الوجود. يا ترى الملك الفرعوني توت عنخ آمون رحل إزاي؟ وإيه سر تحنيطه؟ وليه لونه أسود؟ هل دي مادة محنطة ولا اشتعل فيه اللهب زي ما بيقولوا عليه؟ ونفرتيتي أجمل وأشهر الملكات راحت فين؟ مكانها فين؟ وفين الموميا بتاعتها؟ تابعوا الفيديو ده عشان تعرفوا الحكاية. الحضارة المصرية ورغم مرور آلاف السنين عليها إلا إنها بتحمل ألغاز كتير محدش يعرف يحلها رغم الآثار اللي اكتشفوها والبرديات وكمان التكنولوجيا، إلا إن محدش عرف يوصل لحل اللغز ده رغم محاولات كتير من باحثين وعلماء كبار. ومن الألغاز دي هو سر رحيل الملك توت عنخ آمون، واحد من أشهر ملوك الفراعنة على مر التاريخ، ورغم رحيله في سن صغير لكن الإجابة عن إزاي رحل مش واضحة لحد دلوقتي. سنة 2013 مجموعة من الباحثين البريطانيين أصدروا فيلم وثائقي بعنوان توت عنخ آمون لغز الموميا المحترقة، وبينت تحليلاتها في صورة أشعة سينية اتخذت من الموميا الخاصة بيها سنة 1968 ودمجتها مع أشعة مقطعية عملها المجلس الأعلى للآثار في مصر سنة 2005. والمفاجأة إن الفيلم كشف عن تعرضه لأضرار كبيرة في ضلوعه وكمان مشكلة في الساق، وده خلى الفريق يستنتج إن توت عنخ آمون غالبا سبب رحيله إن حاجة خبطته، وده السر إن في أجزاء في عظمه مش سليمة وتعرضت للكسر. وفي نظرية تانية خالص كانت على إيد رئيس المعهد الإيطالي للمومياوات البروفيسور ألبرت زينج بعد ما اعتمد على 2000 عملية مسح ضوئي بالكمبيوتر واختبر الحمض النووي لعيلة توت عنخ آمون، أكد إن تعرضه لخبطة وده سبب شبه مستحيل تقريبا. وشاف زينك إن توت عنخ آمون ممكن يكون جسمه ضعيف بسبب إن والده ووالدته كانوا إخوات. وعلى فكرة مش بس توت عنخ آمون هو اللغز الوحيد اللي حير العلماء، كمان لغز أجمل ملكات مصر الملكة نفرتيتي، واللي حكمت مصر لسنين كتير بجانب الملك أخناتون، وكانت من أشهر الملكات ولكنها فجأة اختفت. ومن بعد سنة 1336 قبل الميلاد ما كانش فيه أي معلومة عن اللي حصل لها، ومش موجود أي حاجة تخصها ولا مقبرتها ولا حتى الموميا بتاعتها ولا أي معلومات عنها أو أي حاجة ممكن توصلنا ليها. وده عمل لغز أكبر بالذات في دقة تعامل القدماء المصريين في التعامل مع الراحلين. علماء كتير حاولوا يفسروا سر اختفائها، منهم موقع هيستوري قال إنها بقت وصية على العرش بعد أخناتون وغيرت اسمها لنيفر واتين، ونظرية تانية قالت إنها اتنكرت في زي راجل وغيرت اسمها لسمنخ كارعة، بالذات إنه كان الفرعون ال11 من الأسرة ال18 وواحدة من أكتر الشخصيات الغامضة في التاريخ المصري القديم. ولكن كل دي مجرد نظريات ملهاش أي دليل حاليا بيدعمها أو بيأكد أي واحدة منهم، عكس كل الأسماء اللي جت بعد الجدول الزمني الملكي. وسنة 2015 أعلن وزير الآثار المصري إنه ممكن يلاقي غرفة إضافية أو غرفتين في قبر الملك توت عنخ آمون، وممكن يخلص الموضوع بواحدة من الأوض دي ويكون فيها سرداب نفرتيتي. ولو ده حصل ممكن الباحثين أخيرا يستنتجوا إمتى رحلت، وإذا كان في عمل فني في القبو بيدل إذا كانت استولت على السلطة في حد ذاتها أو رحل بطريقة معينة أو اختفت ببساطة لحياة مجهولة بعد الملكية. قول لنا أنت بقى تفتكر فين نفرتيتي وفين مكانها، ومقتنع بأي نظرية أكتر؟ شاركنا برأيك في التعليقات.